السلام عليكم. أزمة الفار غلطة بشرية وإلا خلل في المنظومة. في الدقيقة 85 من كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي، الهدف ما كانش مجرد كرة دخلت في الشباك، كان الشرارة متاع أزمة كبيرة. هدف تعادل الإفريقي حكم الساحة حسبه وغرفة الفار أكدته. الماتش شوفاه، لكن بعد صافرة النهاية بدأت المباراة الحقيقية. تقارير قالت فما تسلل يقدر بحوالي 32 سنتيمتر. الإدارة الوطنية للتحكيم قررت بوجود خطأ جسيم، قالت اللي المراجعة كانت سريعة برشا، وأعلنت تجميد حكام الفار وتنشرت التسجيلات وتحل تحقيق. وحتى حكم الفار بيدو اعتذر والإدارة الوطنية للتحكيم عاقبته. وهنا نطرح السؤال بالهداء: إذا الحكم غلط واعترف وتعاقب، شنو بعد؟ تحبوا له كوردة ولا تولطان؟ هل نحبوا العدالة ولا نحبوا كبش فداء؟ وين يكمن أصل الإشكال؟ باش نفهموا اللي صار لازم نفهموا البروتوكول. حسب قوانين الإيفاب، القرار النهائي في أي مباراة يرجع لحكم الساحة. الفار مش حكم ثاني، هو مساعد تقني يتدخل كان في هدف، في ضربة جزاء، في ورقة حمراء مباشرة، وإلا في غلطة في تحديد هوية لاعب. أما في حالات التسلل الموضوعية، يعني اللي تنجم تتحسم بخطوط هندسية دقيقة، ينجموا حكام الفار يحسموا القرار من غير ما يستدعيه حكم الساحة للشاشة. وهنا بيت القصيد. الاستثناء هذا هو اللي يعمل المنطقة الرمادية، وهو السبب اللي تسبب في هالفضيحة التحكيمية. على خاطر القرار يتحسم في غرفة مسكرة، الجمهور ما يشوفش الحوار، وحكم الساحة ما يعودش يشوف اللقطة بيدو، وهكا المسؤولية تولي مشتة. شنو كان ينجم يصير؟ حتى كان البروتوكول يسمح بالحسم من داخل الغرفة، كان ينجموا يختاروا مسار أكثر أمان، يحضروا لقطة التسلل ويستدعوا حكم الساحة لشاشة الفار، يخلوه يشوف الحالة بيدو، ومن بعد يأخذ القرار باسم وحده، حتى كان ثبت الهدف ولا حتى كان ألغاه. أما القرار يولي واضح المصدر، على خاطر حكم الساحة هو اللي يتحمل المسؤولية قدام اللاعبين والجماهير. أما كيف القرار يتبنى على تأكيد غرفة أخرى، شكون يحاسب شكون؟ هل المشكلة في التقنية؟ لا، التقنية أثبتت وجود التسلل. المشكل ما كانش في الخطوط، كان في إدارة اللحظة، التسرع، الضغط، اختصار الوقت. هذا عوامل بشرية، والفار في الآخر يخدمه بشر. العقوبة والاعتذار هل تكفي؟ حكم الفار اعتذر، الإدارة الوطنية للتحكيم جمدته وتحل تحقيق. من ناحية الإجراءات صارت المحاسبة. أما هل يلزم أكثر من هكا؟ هل لازم الغلطة تولي إعدام مهني؟ هل نحبوا إصلاح ولا نحبوا انتقام معنوي باش يهدى الشارع؟ الكرة لعبة قراراتها تتاخذ في أجزاء من الثانية. حتى أحسن الحكام في أوروبا غلطوا رغم وجود التقنية. السؤال الأهم مش شكون غلط، السؤال هو كيفاش نمنع تكرار الغلطة. الحل الإصلاحي الممكن إذا نحبوا نحميوا البطولة بجد، يلزم إلزام مراجعة شاشة الميدان في كل هدف فيه تسلل محل جدل، وتثبيت مبدأ حكم الساحة يشوف ويقرر ديما بيدو، وتحديد مدة دنيا للمراجعة باش ما يكونش فما تسرع، ونشر التسجيلات الصوتية كاملة بعد الماتش، وتكوين الحكام نفسيا باش يتعاملوا مع الضغط. بهكا غرفة الفار ما توليش سلطة موازية، بل تبقى أداة مساندة فقط. اللي صار في كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي مش نهاية العالم، أما هو جرس إنذار.
يا إما نطوروا طريقة تطبيق البروتوكول، يا إما باش نبقاو ندوروا في نفس الدوامة. هدف، جدل، تجميد، تحقيق، ومن بعد نسيان حتى تجي الأزمة الجاية. العدالة في الكرة ما تعنيش ما فماش أخطاء، تعني المسؤولية تكون واضحة. والفار مش عدو، أما كيف يتم استعماله بالغلط ينجم يولي هو المشكلة. إلى اللقاء.